أنا اسمي آدم محمد، مواطن بريطاني من 25 سنة، وأصلي من كردستان العراق، أحفاد صلاح الدين الأيوبي. أنا جاي من بريطانيا سيرا على أقدام لإداء فريضة الحج إن شاء الله في عام 2022. يعني بعد شهرين إن شاء الله أنا لازم أكون في السعودية. أنا يوم قعدت من النوم كان عندي إلهام في صدري، ربي سبحانه وتعالى يقول لي اذهب إلى مكة سيرا على أقدام. فما كان أقدر أرفض الإلهام هذا. كل ما أرفضه يضيق بي صدري، ما أقدر أتنفس، ما راح يكون لي حياة. يعني فأخذت القرار أنا لازم أسويها ولازم أتبع هذا الإلهام. وكان إلهام دائما يقول لي أنت باستطاعتك أن توصل هناك، وتقدر توصل وراح توصل، لأنه الله معك. وأنا الحمد لله والشكر عمري 53 سنة، الحمد لله والشكر هاي تقريبا 12 دولة جيت ودخلت رغم كل الصعوبات، لكن الحمد لله والشكر دائما الله سبحانه وتعالى كان معي في وقت الضيق وفي وقت المشكلة. ربي سبحانه وتعالى كان يبعث لي أشخاص يحلوا لي المشاكل كلها، أقسم بالله. أنا ساكن في مدينة ولفرهامبتون اللي تقريبا 25 كيلو شمال مدينة برمنغهام، ثاني أكبر مدن في بريطانيا، تقريبا هو بالنص بريطانيا. بس بريطانيا واحدة لحد ما جيت للميناء أخذ معي 21 يوم. ومن الميناء في بريطانيا أخذت الباخرة، لأنه بريطانيا هي جزيرة، فأخذت الباخرة من بريطانيا إلى هولندا. من هولندا جيت على ألمانيا، من ألمانيا جيت على نمسا، ومن نمسا جيت على هنغاريا، ومن هنغاريا جيت على صربيا، ومن صربيا جيت على بلغاريا، ومن بلغاريا جيت على تركيا، ومن تركيا حاولت أجي أدخل عن طريق تركيا وسوريا، قالوا لي الحدود مغلق، ما باستطاعتك أن تدخل. فرجعت إلى مدينة ميرسين، أخذت الباخرة جيت لطرابلس في لبنان، ومن طرابلس دخلت على حدود السورية اللبنانية. لكن كمان هناك السوريين ما دخلوني، لأنه قالوا لي باسبورت بريطاني لازمه فيزا، لازم تقدم على فيزا، والفيزا ياخذ تقريبا إلى شهر وممكن الرفض لأنك أنت بريطاني. فأنا ما عندي وقت أضيعه مشان انتظر الفيزا. ففي واحد أخ إجا من ألمانيا دخل لي العرباية داخل السوريا مع الكلب اللي عندي، دخلهم على أراضي السورية وجاب لي إياه على حدود الأردنية والسورية. وأنا أخذت الطيارة من بيروت إلى عمان، ومن عمان رجعت أنا على الحدود السورية والأردنية، أخذت العرباية والكلب من هذا صاحبي اللي جاب لي من داخل سوريا. والحين أنا هون يعني راح أوصل إن شاء الله على القريب العمان، بس ما راح أدخل العمان. أنا يعني ألتفت من عمان، لأنه أنا ما أدخل بالمدن مشان يكون صعب، يعني مشان الازدحامات فلي أنا مشان أنام بالعرباية. العرباية مجهزة بكل شيء، مجهزة بالطاقة الشمسية، مجهزة بالبطارية، ومجهزة بالطباخ، ومجهزة بكل شيء، ما عدا شيء واحد مش مجهز به، هو التبريد. أنا ما مسوي لا عمرة ولا حج، هاي أول مرة أروح له، وسيرا على أقدام. هاي صار لي 8 أشهر ونص أنا بالطريق، وبعد لي شهرين وشوية إلا وصل هناك. الكلب هذا معي من صربيا، يعني صار له تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر. هذه للحماية.